بلاغ بيتقدم لقسم شرطة منتزه أول بمحافظة الإسكندرية إن تم العثور على جثامين لراجل وسيدة في منطقة اسمها دربالة. على طول بينتقل فريق من البحث الجنائي، وكمان بيتم فرض كردون أمني عشان يعملوا التحريات اللازمة ويعرفوا مين الجاني وإيه الحكاية بالظبط. هو إيه الحكاية وإيه اللي حصل؟ يلا بينا عشان أحكي لكم التفاصيل الكاملة في أصل الجريمة. زي ما قلت لكم في البداية كده، في محافظة الإسكندرية وتحديدا في منطقة اسمها دربالة بيتم العثور على جثمانين. جثمان لراجل عنده حوالي 50 سنة وسيدة عندها حوالي 70 سنة، ومفيش أي حد، ولكن الموضوع فيه شبهة جنائية لأن طبعا الواقعة مش سهلة. على طول طبعا الشرطة بتعمل تحرياتها عشان تعرف مين الجاني وإيه اللي حصل بالظبط، وبيتم القبض على الجاني بعديها بساعات بسيطة. اللي قدامكم في الصورة ظاهر ده عبد